اشتعلت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من عشرات المغاربة تطالب بتسليط عقوبات على بعثة المنتخب النسوي الجزائري عقب محاولات وقحة ولا تمت للرياضة بالصلة لحذف كل ما يتعلق بالمغرب من علم وطني واسم المغرب وكذا لوغو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. مشاهد مضحكة تلك التي تناقلها عشرات المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر كيف عمد القائمون على البعثة الجزائرية إلى حذف وإخفاء اسم المغرب من كافة الوصلات الإعلانية والمتواجدة بملاعب كأس الأمم الإفريقية المقامة فوق الأراضي المغربية. مغاربة عبروا عن امتعاضهم من هذه التصرفات البغيضة التي تظهر مدى الحقد والعداء الذي يكنه النظام الجزائري لكل ما هو مغربي ليتم غرسه في الرياضيين من خلال المسؤولين على البعثة المرافقة للمنتخب النسوي الجزائري. ووصلت حملات المطالبة بتسليط العقوبات على البعثة الجزائرية إلى الدعوة لطرد البعثة الجزائرية المتورطة بشكل علني ومباشر في هذه التصرفات العنصرية الحقيرة من نظام حقير وجد نفسه معزول دوليا وقاريا وإقليميا.